يا اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده الحقيقه يعني دقيقه كده هنتكلم في حاجه مهمه جدا بصراحه. النهارده احنا حابين نتكلم في موضوع في غايه الاهميه خاص بمتابعه العربيه. يعني لو انت مالك سياره كهربائيه مثلا، وظهور لمبه عطل معين كاشاره بتنور على الداشبورد او لوحه العدادات على شكل ايقونه مثلا منوره، وحضرتك مش عارف ايه هي. الاهم في الموضوع ده انك لازم تعرف العلامه دي بتعبر عن ايه ومعناها ايه، وتعرف كمان نسبه خطورتها ايه. يعني من فضلكم، العربيه الكهرباء مصممه بذكاء وفيها سنسورز في كل حاجه، في كل تفصيله في العربيه. وفي بعض الاحيان كل تفصيله مش مهمه من وجهه نظرك مهمه جدا من وجهه نظر الفنيين. بعض الناس عندها اشارات بتنور مثلا وبتكون مهمه جدا وبيمشوا بالعربيه ممكن شهور وشايفين الموضوع عادي. يعني بمجرد ان العربيه بس مش بتقف منه وبيمشي عادي وبنكون مش فاهمين معنى العطل. الحقيقه ده مؤشر مش كويس. هندي بعض الامثله. مثلا بتكون اشاره مثلا زي دي وبتقول ان في مشكله في نظام البطاريات الرئيسيه. مش شرط يكون العطل هنا في خلايا البطاريات، والا العربيه مش هتتحرك من مكانها، مش هتدور من الاساس. ولكن بالتاكيد المشكله هتكون مرتبطه بنظام تشغيل البطاريات، واللي ممكن ياثر بشكل كبير عليها، او على الاقل ممكن نتلافى حدوث مشكله اكبر او نزود من احتمالات علاج المشكله بشكل اسرع وباقل تكلفه. او اشاره مثلا زي دي، بعد الفحص لقينا ان سوائل التبريد بدات تضر الموتور من جوه، من داخل الموتور. ولولا ان العميل متابع معانا كويس وقام بالاتصال بينا اول ما لاحظ ده، بدانا نشوف وفحصنا، وكان علاج الموضوع اسهل بكتير مع وقت اقل وطبعا تكلفه اقل. والعميل وفر على نفسه الحقيقه وقت وتكاليف اصلاح الموتور اللي الحمد لله ما حصلش فيه اضرار، والمشكله اتعالجت ومشيت الامور. وفي مثلا الاشاره دي، بعض الناس بيقلقوا والرساله ممكن تكون بسيطه زي دي، ان ضغط الهواء مثلا في الاطارات مش كافي، او ميه غسيل الزجاج الامامي مش كافي برضو نتيجه تبخير او شيء. بمجرد ان حضرتك عرفت الموضوع وسببه بتطمن وبتظبط امورك وبترتاح وبيروح القلق وبتستمتع بعربيتك عادي. الشاهد في الموضوع ده ان مش شرط ابدا ان الاشاره اللي بتظهر لحضرتك تكون خطيره او بسيطه لدرجه ان حضرتك ما تهتمش طالما ان العربيه ماشيه. لا، الحقيقه اسال واعرف وافحص، مش هتخسر اي حاجه. استاذن حضراتكم، العربيه مش معقول تكون مثلا بتهزر. يعني طالما بتطلب مننا ان فيها مشكله عن طريق الداشبورد اللي قدامنا، يبقى لازم نهتم. ولما تطلب انها تتفحص او تتشخص، لازم برضو نهتم، او حتى تهتم انك تعرف سبب الاشاره ايه، وايه الاحتمالات اللي ممكن تكون سبب لظهور اشاره عطل معين. طولت عليكم معلش، بس الموضوع مهم، ولما بنفتكر حاجات مهمه كده بنحاول ننبه. ان شاء الله نكون فدنا حضراتكم، يا رب نكون فدناكم فعلا. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم واي استفسار لحضراتكم، ومتشكر جدا جدا، والسلام عليكم.